معانا موضوعين النهارده مهمين عايزين نتكلم عليهم. أول موضوع معانا زيزو. زيزو يدرس حاليا تقديم شكوى ضد نادي الزمالك وفسخ عقده مع نادي الزمالك بسبب الأمور اللي إحنا بنشوف إن التلاعب بين نادي الزمالك ونادي بيراميدز، وعايزين يتفقوا إن هم يبوظوا الصفقة على النادي الأهلي، وإن زيزو ما يشاركش مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. فزيزو بدأ يركز ويدرس اللي هو يفسخ عقده مع نادي الزمالك، اللي هو أنت مش ضامن نادي الزمالك وبيراميدز واتحاد الكورة هيتم تأجيل المباراة ولا لأ، فهو عايز يضمن هيتم فسخ عقده مع نادي الزمالك قريب ان شاء الله، يقدم شكوى في الفيفا. ده المنتظر حدوثه خلال الايام الجايه. الخبر الثاني اللي معانا صفقه موبيكاز. الاهلي بيسعى حاليا بكل قوه ان هو ينهي التعاقد مع صفقه موبيكازي، بسبب ان انا قلت لك في عروض اوروبيه جايه للاعب. اللاعب كويس جدا، وفي اقتناع كبير من اداره السكاوند في النادي الاهلي، مقتنعه جدا باللاعب وشايفين ان اللاعب كواليتي عالي ومستقبل للنادي الاهلي في خط الدفاع. واللاعب تحت السن زي ما قلت لك لاعب عنده 19 سنه، والاهلي بيسعى حاليا لرفع المقابل المادي لانهاء الصفقه في الايام الجايه. فان شاء الله خلال ايام الصفقه تتحسم للنادي الاهلي ان شاء الله.